صحيفة تانيا اليونانية اعتماد الاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة يضع هدفا ملزما قانونيا لحماية المناخ. ينص القرار على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990 مع تعويض 5% من خلال أرصدة ثاني أكسيد الكربون. ويجب على البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء 27 المصادقة رسميا على الهدف ليصبح نافذا ويبدأ تنفيذ الإجراءات. لنناقش أكثر هذا الخبر وغيره من أخبار الصحف اليونانية ينضم إلينا الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا. صباح الخير عبد الستار، وابدأ معك من هذا الخبر. اليونان تشارك في تنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040. هل يمكن أن تخبرنا المزيد عن هذه الاتفاقية؟ صباح الخير شيرين. من هنا من أمام معبد الأكروبوليوس رمز الحضارة الإغريقية القديمة. بالفعل الصحف اليونانية اليوم تتحدث عن الاتفاق الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 كما ذكرت. هذا بيمثل خطوة مفصلية في استراتيجية أوروبا لمواجهة تغير المناخ، وهو اتفاق ملزم قانونيا ويضع جميع الدول الأعضاء أمام التزام واضح بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. الهدف بيقوم على خفض عميق لانبعاثات الغازات الحرارية مقارنة بمستويات عام 1990. ومع أن الاتفاق بانتظار المصادقة الرسمية من البرلمان الأوروبي ومن حكومات الدول الأعضاء 27، فإنها خطوة شكلية بعد التوصل إلى التفاهم، ما يعني أن التنفيذ سيبدأ تدريجيا وصولا إلى اكتمال الإطار التشريعي بحلول عام 2036. أما على مستوى اليونان شيرين، فإن هذا الاتفاق بيتقاطع مع مسار بدأته البلاد بالفعل خلال السنوات الماضية. فاليونان كانت من أوائل الدول التي خففت اعتمادها على الفحم ورفعت بصورة لافتة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، وحققت تقدم ملحوظ في خفض الانبعاثات في قطاعات الصناعة والطاقة، مستفيدة من الانتشار المتزايد لمحطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح على البر والبحر. ولكن بتبقى التحديات قائمة، خصوصا مع اعتماد اليونان في فترات معينة على الغاز الطبيعي، وهو ما قد يرفع الانبعاثات مؤقتا. كما تتطلب المرحلة المقبلة تحديثا واسعا لشبكات الكهرباء وتطوير قدرات التخزين من أجل استيعاب الإنتاج المتزايد من المصادر المتجددة. نعم، أيضا موضوع آخر يخص أثينا التي تحتضن الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة مع التركيز على تحديات حماية التراث ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ماذا لديك عن هذا الموضوع؟ بالفعل بتستعد أثينا لاحتضان الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة، وهو حدث دولي بارز بيجمع دول ذات إرث حضاري عميق لمناقشة اثنين من أهم التحديات التي تواجه التراث العالمي: تأثير التغير المناخ على المواقع الأثرية، والشيء الثاني مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. الاجتماع بيعقد هذا العام بالقرب من هذا المكان في متحف الأكروبوليوس بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر والصين وإيطاليا وإيران والعراق وقبرص، إلى جانب دول مراقبة مثل الهند والمكسيك. ومن المنتظر كذلك اعتماد قبرص عضو جديد في المنتدى، وده بيعزز الحضور المتوسطي في هذا الإطار الدولي. تغير المناخ بيتصدر أجندة الاجتماعات مع تزايد القلق من تأثير الظواهر المناخية القاسية على المواقع الأثرية، فارتفاع درجات الحرارة والحرائق والفيضانات تآكل السواحل باتت بتهدد معالم تاريخية في مختلف دول المنتدى، بما في ذلك مواقع يونانية شهيرة مثل دلفي وأولمبيا اللي تعرضت في السنوات الأخيرة لحرائق وعواصف أثرت في بنيتها التحتية. اليونان بتعمل حاليا على تطوير أنظمة مراقبة بيئية وتقنيات ترميم حديثة للتكيف مع هذا التطوير.
أما المحور الثاني بيتناول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهي جريمة عابرة للحدود بتستهدف إرث دول المنتدى خاصة اليونان ومصر والعراق التي فقدت آلاف القطع الأثرية خلال عقود من النهب والتهريب. وبيناقش الوزراء تعزيز التعاون الأمني والقانوني للحد من الطلب على الآثار المنهوبة. نعم، يعني اليونان تلعب دور في تكييف الإرث الثقافي القديم مع التحديات الحالية. أذهب معك إلى اختتام فعاليات مهرجان أولمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب بدورة حافلة بالإبداع والرسائل الإنسانية، ماذا تخبرنا عنها؟ نعم، أيضا الصحف اليونانية تحدثت عن هذا الأمر. شهد مهرجان أولمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب دورة استثنائية حافلة بالعروض الإبداعية والرسائل الإنسانية. اختتمت الفعاليات بحفل احتفالي كبير جدا في مدينة بيرغوس غرب اليونان، عكس حجم التطور الذي يعيشه المهرجان ومكانته المتنامية على خريطة السينما العالمية. أبرز الفعاليات شيرين حقيقة هي يعني تنوعت هذه الدورة بين عروض أفلام من مختلف القارات وورش عمل فنية ومشاريع دولية جمعت أطفال من ثقافات متعددة إلى جانب نقاشات وحلقات حوارات ركزت على القضايا الإنسانية والتحديات اللي بيعيشها الشباب اليوم. كما أعلن المنظمون عن مشروع مستقبلي طموح بيتمثل في تحويل مجمع صناعي قديم إلى مركز أوروبي مخصص للإبداع السمعي البصري للشباب ليصبح مقر دائم لأنشطة المهرجان. أيضا كان هناك جوائز يعني لأفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل فيلم يوناني قصير للأطفال. الحفل الختامي حمل أيضا رسائل قوية عن التنوع والاحترام الإنساني، حيث منحت جائزة القيم الإنسانية للبرلمان اليوناني للفيلم الإيطالي اللي ناقش تأثير التنمر والتنمر الإلكتروني على حياة المراهقين. وبرزت هذا العام ورشة يعني مشروع ميثوس الدولية اللي شهدت تعاون أطفال من دول متعددة لإنتاج فيلمين مشتركين. وقد حظى المهرجان بدعم واسع من جهات حكومية وثقافية أوروبية، الشيء اللي عزز استمراريته ويعني بيرسخ دورة في صناعة سينما موجهة للأطفال والشباب بتحمل رؤية إنسانية ورسائل بتجمع بين الإبداع والمعرفة. فعلا عبد الستار، يعني هذا المهرجان بمواضيعه المهمة والهادفة للشباب دائما منتظر من سنة إلى أخرى. نشكرك على كل أخبار اليونان دائما.